جلال بالمعطية الكاتب الجهوي بالنيابة للجامعة الوطنية للصحة بجهة الرباط سلا قال لأصوات أن وضعية هذا المستشفى تدعو إلى القلق. هذا وأضاف: مستشفى الاطفال كيعيش واحد الظروف جد مزريه، كيعيش في مهزله وفي مذله نتيجه لما آلت اليه الاوضاع بالمستشفى اللي كتدعو للحسره والاسف. كاين خصائص مجموعه من الالات المعدات الطبيه ذات الاولويه القصوى لخدمه المرضى في العديد من المصالح. كاين هناك وضع كارثي لمصاعد المستشفى الاربعه المتوقفه في آن واحد، مما أحدث ترتيبا خطرا ومضاعفا. كاين مشاكل اللي لاحظناها عبر الوفد اللي مشى لتمايا، مناولة التغذية الخاصة بالمرضى يعني في الطابق السفلي وفي واحد الحالة يرثى لها. كاين توقف العمل بقاعة العمليات الجراحية المركزية وذلك منذ 60 يوما. كاين نقص الموارد البشرية، كاين مواعيد بعيدة للتطبيب الاستشفاء، قلة الأسرة، اكتظاظ في مجموعة من المصالح. كاين مجموعة ديال القرارات اللي كتاخذها الإدارة اللي حنا ما متفقينش معاها في غياب مؤسسة الحواج الاجتماعي. كان هذا جلال بالمعطية الكاتب الجهوي بالنيابة للجامعة الوطنية للصحة بجهة الرباط سلا متحدثا لأصوات عن هذا الموضوع.